انا دلوقتي السلف ممكن يقولوا على ده حرام والازهر يقول على ده حلال والعكس. امشي ورا مين؟ احنا اتخنقنا وما بقيناش عارفين نمشي ورا مين. وساعات تروح لواحد يقول لك استفتي قلبك، واحد تاني يقول لك يا اخي لا ده حرام. احنا مش فاهمين حاجه. ليه ما بيعملوش مناظره ما بينهم وما بين بعض علشان نعرف احنا ماشيين ورا مين؟ دول بيمشوا وراهم ناس ودول بيمشوا وراهم ناس، احنا نمشي ورا مين؟ احنا تعبنا. أئمة الشيعة العظام اللي هم يقولون أئمتنا، نعم، ونحن نراهم والله أئمتنا، ونرى وجوب اتباعهم. الله أكبر، وجوب. ومن لم يتبع الأئمة آل البيت فهو ضال. نعم. شو رأيك اليوم؟ تشيع الشيخ عدنان؟ لا، ما في تشيع. يعني أنا أود برضو ألا أخرج عن سؤالي. أنا اليوم أنت برضو مبتسم، واليوم كما حدث في هذه الأشياء. نعم. ما هو الأمر الثاني؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله جل وعلا وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ويا لها من كرامة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الثقلين، فيذكر القرآن الكريم ويذكر آل البيت لعظم حرمتهما ولكريم مكانتهما عند الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط مرحل، يلبس كساء موشى بالسواد وعليه مرط مرحل. قالت رضوان الله عليها تقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط مرحل كساء. قالت: فدخل الحسن ابن علي رضي الله عن الحسن وعن علي. قالت: فأدخل رسول الله الحسن في هذا الرداء، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. قالت: ثم دخل الحسين. قالت: فأدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم دخلت فاطمة رضوان الله على الزهراء البتول، فأدخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: ثم دخل علي بن أبي طالب رضوان الله على أمير المؤمنين، فأدخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ضم النبي هؤلاء جميعا تحت ردائه وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالثقلان هما كتاب الله جل وعلا وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب على الأمة أن تقدر هذين الثقلين، أن ترجع الآن إلى كتاب الله جل وعلا وإلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتعي الأمة قدر القرآن وقدر آل البيت. كأني ألمح أن طريق النجاح يتمثل في هذا الدرب وفي هذا الطريق. آن الأوان أن ترجع الأمة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وأن تجل الأمة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انا دلوقتي السلف ممكن يقولوا على ده حرام والازهر يقول على ده حلال والعكس. امشي ورا مين؟ احنا اتخنقنا وما بقيناش عارفين نمشي ورا مين. وساعات تروح لواحد يقول لك استفتي قلبك، واحد تاني يقول لك يا اخي لا ده حرام. احنا مش فاهمين حاجه. ليه ما بيعملوش مناظره ما بينهم وما بين بعض علشان نعرف احنا ماشيين ورا مين؟ دول بيمشوا وراهم ناس ودول بيمشوا وراهم ناس، احنا نمشي ورا مين؟ احنا تعبنا. هذا السؤال يتكرر كثيرا. طيب، لماذا أنت تتعب من التفكير تمشي ورا مين دون أن تتعب بطلب العلم، دون أن تتعب بالنظر إلى الأصول؟ يعني ما أقول لك صير عالم، لا، انظر إلى الأصول الذي بني عليه بنيان الأزهر والأزاهرة. اللي أنا لا أتكلم عن الصالح الذي في الأزهر كمدرس ولا طالب، لا، أنا أتكلم عن الهيئة الرسمية اللي هي أشعرية. الأسس التي بني عليها أصول الأشاعرة، والأسس التي بنيت عليها أصول أهل السنة اللي الناس يسمونهم سلفية ولا سلف ولا وهابية ولا كذا. وانظر إليها، هل هي مأخوذة من الكتاب والسنة؟ من الأقرب إلى الكتاب والسنة؟ من الأقرب إلى السلف الصالح رضي الله عنهم؟ هذه مسألة أنت يجب عليها، هذا دينك.
يا رجل أنا بدي أشتري جوال يمكن $500 ولا $100 ولا أيا كان الرقم، سأبحث وأنظر. أعطيك مثال واقعي، العدسة تبع الكاميرا لما بحثت عنها عشان أشتري، في عشرات العدسات، سألت مختصين ونظرت أنا بنفسي وبحثت وكذا حتى اشتريت. يعني ليست الشغلة سهلة، لو هي بالنهاية يعني ثمنها شيء ليس يعني شيء مصيري بالنسبة لي. حياتي كحياة يعني كمسألة تتعلق بديني اللي هي حياة الدنيا وحياة الآخرة، فأتعب نفسي في مقارنة بين هذه الفئة وتلك الفئة حتى أصل الحق. وعندك معايير، عندك القرآن وعندك السنة وعندك كتب السلف. ائتي بشيء من القرآن ما يتعلق بالعقيدة بالأصول ما شابه ذلك، وانظر من أكثر الناس تعلقا به بالقرآن، من أكثر الناس تعلقا بالأصول، من أكثر الناس استشهادا به. السنة من أكثر الناس تعلق استشهاد بها، من أكثر الناس عناية بها، من أكثر الناس موافقة لها. يأتيك بالدليل هكذا، قول دليل قول دليل. من الذي يتبع السلف الصالح؟ من الذي يبث كتبهم في الناس؟ الأشعرية عندهم شيء من كتب السلف الصالح؟ سؤال. قل لي واحد أشعري أعطيني كتاب ألف قبل إمامكم الأشعري آخذ عنه عقيدة المسلمين، هل يستطيع؟ ما يستطيع. كتاب مؤلفه خاصة في موضوع العقيدة، يعني ألف وصنف في موضوع العقيدة، هل يستطيع؟ نحن عندنا كثير من الكتب. فأنت لا أقول لك خذ منا ولا خذ من السلفية ولا خذ من الأشعرية، ما أعطيك، أنا أعطيك هذه قواعد أنت على أساسها ستبحث وتصل إلى النتيجة. أنت مكلف بالبحث وليس مكلف الله يحترنا. طيب أنا الآن أمام قرار مصيري في شركة سأشتغل في بلد سأسافر إليه وبلد آخر سأسافر إليه، أجلس وأقول يلا احترنا، أنتم تقولون بلدنا أحسن وأنتم تقولون بلدنا أحسن. هكذا يفعل الإنسان يعني الذي يحترم عقله، أم يبحث ينظر في معايير تتعلق بهذه البلد، معايير تتعلق بهذه البلد، سكناية في تلك البلد التي أنا بالخيار، فعند ذلك سأوازن الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، الحالة السياسية، في ضغوط معينة، هل هم سيطردوني إذا ذهبت إليهم من جنسيتي كذا، هل هم عندهم عنصرية إذا كنت لوني كذا. هذه أمور سأبحث عنها بعد ذلك أتخذ القرار، وليس أجلس وأقول يلا أعطوني